لو كنت بتحس إنك لوحدك وبتبتسم علشان الناس ما تحسش قد إيه جواك وجع، الفيديو ده معمول علشانك. أنا مش جاية أتكلم كتير، أنا جاية أقولك ربنا لسه شايفك ولسه بيحبك حتى وإنت مش حاسس بيه. أنا عارفة إنك تعبت من كتر المحاولات، وإنك كل مرة تقوم بتقع تاني، ولسه بتقول لنفسك يمكن خلاص أنا مش نافع. بس بصراحة ربنا مش شايفك فاشل، ربنا شايفك بتحاول، وهو بيحبك مش علشانك انت قوي، لكن علشانك انت زي ما انت. انا مش جاية اقولك تصبر، انا جاية اقولك انك مش لوحدك، في ايد ماسكة فيك حتى وانت مش واخد بالك. في لحظات بنبقى بنصلي واحنا مش حاسين بحاجة، بس حتى الصمت بيتسمع، حتى الدموع اللي نزلت من غير ما نعرف نقول ايه ربنا عارفها وفاهم وجعها. الوجع اللي انت فيه مش نهاية، دي مرحلة وهتعدي، بس كل مرحلة بتعدي بتسيب جواك قوة، وكل كسر ربنا بيملاه بحب. يمكن النهاردة اللي انت بتعيشه ده هو قصة، بكرة انت هتقولها لحد تاني يكون تايه زيك بالظبط. ربنا مش بينسانا حتى لو احنا نسيناه، ومهما بعدت هو دايما بيسيب النور شغال مستنيك ترجع. قول جواك دلوقتي يا رب أنا مش عارف أكمل، بس مصدق إنك لسه معايا ولسه ماسكني. وأنا كمان بصلي لك دلوقتي إنك تحس بحضنه حتى لو مفيش صوت بيطمنك، حضنه بيوصل لك في وسط التعب ده كله. أنا مش جاية أقولك كلام وخلاص، أنا جاية أقولك إنك محبوب ودايما في عين ربنا ليك مكان. افتح قلبك النهاردة حتى لو همس، قوله بس أنا تعبان، بس مصدق إنك جنبي وبتسندني، أنا من غيرك هضيع يا رب. صدقني مفيش حاجة ضايعة عنده أبدا، مفيش دمعة نزلت منك، مفيش تنهيدة طلعت من جوه قلبك، مفيش كلمة بصيت فيها للسما وقلت فيها يا رب وراحت من غير ما هو يشوفها أو يحس بيها. لو حسيت بكل كلمة في الفيديو ده ولمست قلبك وحسيت إنها رسالة من ربنا ليك، وحسيت إنه في حد ممكن يكون منتظر كلمة أو رسالة من ربنا، شارك معاه الفيديو، خليه يسمعه، ويمكن دي تكون رسالة من ربنا لحد موجوع ومحتاج إنه يطمن.